بقى انتوا يا شوية عيال تخلونا نشجع صن داونز قدام الهلال؟ طب والله عيب يا عم. المهم ان ربنا بيكرمنا وبيدينا فرصة تاني ان احنا نصعد من دور المجموعات. الحظ والقدر ساعدونا ان احنا ناخد فرصة تاني نصعد بيها من دور المجموعات بعد كم الفرص اللي ضيعناها. بس معلش، اتحاد الكورة ورابطة الاندية ومنتخب مصر عندهم رأي تاني. ما اصل برضه ما ينفعش نسيبك تمثل مصر في افريقيا. معلش، واحد يقول لي هي مال الناس دي ومال دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا؟ هقول لك هتعرف كل حاجه بالتفصيل في الحلقه دي. المهم ان الاهلي بيفوز على القطن الكاميروني هناك في الكاميرون ب4 اهداف مقابل لا شيء، والهلال السوداني بيتعادل مع صن داونز بعد ما كان قريب جدا ان هو يفوز بالمباراه. وطبعا الهلال السوداني لو كان فاز على صن داونز كان هيصعد هو وصن داونز والنادي الاهلي هيودع البطوله. بس الحمد لله ربنا حاسس بجمهور النادي الاهلي. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا وحلقه دسمه جدا، هقول لك فيها الفرصة الوحيدة لصعود النادي الأهلي من دور المجموعات، وهعرفك اتحاد الكورة ورابطة الأندية بيعملوا إيه عشان يوقعوه، وهقول لك عن أخبار مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأهلا بيكم في حلقة جديدة، ده برنامج نسر الأهلي وأنا أبانوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ عزيزي الاهلاوي، الحظ بيبتسم لك وبيديك فرصه ذهبيه للصعود من دور المجموعات، بيديك فرصه على ارضك وفي ملعبك ووسط جمهورك. مش ناقص بس غير انك تطلع راجل وتستغل الفرصه دي. بعد ما فاز الاهلي على القطن الكاميروني ب4 اهداف مقابل لا شيء، كهربا بيسجل 3 وبيرسي تاو بيسجل هدف، وبعد تعادل الهلال السوداني مع صن داونز بعد ما كان قريب جدا من الفوز بعد اهدار ركله الجزاء من طاهر الطاهر. بصراحه صن داونز ما كانتش هي صن داونز في الماتش ده، كانوا بيلعبوا على الواقف. المهم ان ترتيب المجموعه بقى كالتالي: صن داونز في المركز الاول ب11 نقطه، الهلال السوداني في المركز الثاني ب10 نقط، النادي الاهلي في المركز الثالث ب7 نقطه، والقطن الكاميروني في المركز الاخير بولا نقطه. كده فريق صن داونز ضمن الصعود كاول للمجموعه. سيادتك هتسترجل وتكسب الهلال 1-0 هنا على ارضك وفي ملعبك وفي وسط جمهورك، هتصعد تاني المجموعه. يعني من الاخر كده ماتش الهلال السوداني ماتش حياه او موت، ولازم تكسب باي طريقه وما يدخلش فيك هدف. لازم ما يدخلش فيك هدف عشان ما تصعبش الماتش على نفسك. عايزين بقى نشوف رجاله الاهلي اللي بتاخد ملايين هتعمل ايه. وانا بصراحه من وجهة نظري شايف ان الماتش ده سهل جدا، ومش بس تقدر تكسب 1-0، انت ممكن تسجل هدف والتاني والتالت من غير ما تستقبل ولا اي هدف. طبعا بعد تأكيد خروج نادي الزمالك من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا وضياع حلم الستة زمالك، ما بقاش فاضل غير فريق واحد بس مصري بيمثل مصر في بطولة دوري ابطال افريقيا. طب اتحاد الكورة ورابطة الاندية يسكتوا؟ لا طبعا، ازاي؟ بص بقى للكلام اللي جاي ده وركز فيه كويس قوي قوي قوي. اولا يوم الجمعة 24 مارس المنتخب عنده ماتش مع ملاوي في تصفيات افريقيا، والماتش ده هيكون عندنا هنا في مصر. واللعيبه اللي موجوده مع المنتخب من النادي الاهلي هي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطيه واحمد عبد القادر وكهربا. يعني في 7 لعيبه اساسيين من النادي الاهلي هينضموا للمنتخب. واحد يقول لي طب ايه المشكله ماتش المنتخب يوم 24 مارس وماتش النادي الاهلي يوم 31 مارس؟ اقول لك اتك على الصبر وهتعرف كل حاجه. اللي بكلمك عليه ده ماتش الذهاب وهيكون عندنا هنا في مصر. اما بقى ماتش العوده هيكون يوم 28 مارس في ملاوي، يعني قبل 3 ايام من المباراه الحاسمه اللي هتحسم صعود النادي الاهلي من دور المجموعات. طبعا المنتخب معاه 7 لعيبه اساسيين من النادي الاهلي. فواحد يجي يقول لي طب هنعمل ايه يا عم؟ هو برضه ما ينفعش نمنع اللعيبه ان هي تشارك مع المنتخب عشان دي بطوله مهمه واللعيبه لازم تكون موجوده في ظهر المنتخب بتاعها. هقول لك وانا كمان والله ما عنديش اي مشكله في القصه دي. القصه كلها بقى ان هم مش هيسيبوا باقي لاعيبه النادي الاهلي في حالهم. يعني مش كفايه اللعيبه الدوليين عندهم ماتش مع المنتخب وبعدها ب3 ايام عندهم ماتش حاسم جدا في دوري ابطال افريقيا؟ قال لك لا يا عم، انا ولا هسيب الدوليين في حالهم ولا هسيب حتى المحليين في حالهم. بص بقى اللي جاي ده وركز معايا. يوم السبت 25 مارس فيوتشر هتلعب مع طلائع الجيش في بطوله كاس الرابطه،
وبيراميدز هيلعب مع انبي في نفس اليوم في بطولة كاس الرابطة. وبيراميدز وفيوتشر عندهم ماتش في بطولة الكونفدرالية يوم الحد 2 ابريل، يعني هيلعبوا ماتشاتهم في كاس الرابطة قبل 7 أو 8 ايام من المباراة بتاعتهم في الكونفدرالية. وكمان الدوليين بتوعهم هيكونوا لحقوا يرجعوا ويريحوا ويشاركوا مع الفريق. الزمالك اللي خرج من افريقيا هيلعب الماتش بتاعه في كاس الرابطة يوم الحد 26 مارس، لكن الاهلي اللي عنده ماتش مهم في دوري ابطال افريقيا وماتش حاسم هيحسم بيه صعوده من دور المجموعات هيلعب يوم الاثنين 27 مارس مع النادي المصري في كاس الرابطة. والماتش بتاعه في افريقيا مع الهلال السوداني هيكون يوم 31 مارس، يعني فرق بينهم 3 ايام بس. يعني الدوليين مع المنتخب يوم 28 والمحليين في كاس الرابطة يوم 27. فالمفروض بقى نروح نلعب ماتش الهلال بمين يعني؟ عشان انا مش فاهم هو ليه كل ده، يعني كل ده غل وحرقان من الاهلي؟ كل دي ناس عايزين يوقعوا النادي الاهلي زي ما وقعوه الموسم اللي فات. طب بالنسبه لكابتن محمد بركات اللي في اتحاد الكوره، هو حضرتك متفرج بس ما بتعملش اي حاجه، ما فيش اي خطوه ايجابيه منك؟ وكابتن متعب اللي في اتحاد الرابطه سيادتك مش هتعمل اي حاجه ولا انت قصتك ايه؟ ده كابتن حازم امام مشى لاعيبه الزمالك من معسكر المنتخب لما كان عندهم ماتش في دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. لكن انا بكلمك في ماتش مهم هيحسم صعود النادي الاهلي من دور المجموعات. طب بالنسبه لكابتن محمود الخطيب سيادتك مش هتحاول تعمل اي حاجه ولا ايه الدنيا؟ شكلك مش فاضي وعامل يوم لاستقبال اولياء امور اللعيبه، مش كده؟ محد يتحرك بقى يا جدعان. انا بتكلم في القصه دي من اول الموسم وكنت عارف ان كل ده هيحصل. الزمالك لما كان عنده ماتش في تونس يوم السبت اتاجل له الماتش بتاع الدوري اللي كان يوم الثلاث، لكن الاهلي لما كان عنده ماتش في جنوب افريقيا يوم السبت لعب الماتش بتاع المقاولين يوم الثلاث عادي جدا. يعني اصل هو الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا والاهلي بيلعب في مناخيره، ولا يكونش الزمالك بيمثل مصر في دوري ابطال افريقيا والاهلي بيمثل كوالالمبور مثلا؟ الموضوع بقى باين قوي ومفضوح قوي، فيا ريت تتلموا شويه. الموضوع اللي بعد كده عزيزي الاهلاوي هو فضل بيتسو موسيماني عليك بعد ربنا. طبعا موسيماني جاب لنا 2 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي وبرونزيتين كاس عالم للانديه. شاركنا في كاس العالم للانديه موسم 2020 بعد ما خدنا البطوله من نادي الزمالك، وشاركنا في كاس العالم للانديه 2021 بعد ما خدنا البطوله من كايزر تشيفز، وكمان شاركنا في كاس العالم للانديه موسم 2022 بصفتنا وصيف دوري ابطال افريقيا اللي خسرناه مع موسيماني. وكمان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه سنه 2025 بالنظام الجديد بصفتنا ابطال دوري ابطال افريقيا موسم 2021 اللي جابه لنا موسيماني. كاس العالم للانديه هيبقى عباره عن 32 فريق وهيتعمل مره كل 4 سنين. 12 فريق من اوروبا و6 من امريكا الجنوبيه، 4 فرق من افريقيا و4 فرق من اسيا، 3 فرق من امريكا الشماليه وفرقه من اوقيانوسيا وفرقه من البلد المستضيف. وال4 فرق بتوع افريقيا هيكونوا ال4 فرق اللي فازوا بدوري ابطال افريقيا في ال4 نسخ اللي قبل البطوله. يعني البطوله دي هتكون سنه 2025، فاللي هيشارك فيها من افريقيا بطل 2021 و2022 و23 و24. فلحد دلوقتي في مقعدين من افريقيا اتحددوا للمشاركه في كاس العالم، وهو النادي الاهلي بطل موسم 2021 والوداد المغربي بطل موسم 2022. وبمناسبة كاس العالم للأندية ومشاركة النادي الأهلي في النسخة اللي فاتت من كاس العالم للأندية، الفيفا نزل شوية غرامات كده على النادي الأهلي. 70,000 فرنك سويسري بسبب الكروت الصفراء اللي حصل عليها لاعيبة الأهلي في البطولة. 20,000 فرنك سويسري بسبب حالة الطرد اللي في مباراة فلامينجو. 38,000 فرنك سويسري بسبب إشعال الجمهور للشماريخ. 7,500 فرنك سويسري بسبب استخدام الجماهير للليزر. وفي 1000 فرنك سويسري كده بسبب عدم احترام الجمهور قواعد البطولة في ماتش ريال مدريد. فلحد دلوقتي عزيزي الاهلاوي مباراة النادي الاهلي اللي جاية هتكون في كاس الرابطة مع النادي المصري يوم الاثنين 27 مارس، وطبعا بنتمنى ان اي حد يتدخل ويحاول يأجل الماتش ده. وبكده عزيزي الاهلاوي بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقة جديدة من نسر الاهلي مع بنوب مفيد.